السلام عليكم، شلونكم؟ وش أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وسلامة وعافية يا رب. ورجعنا وياكم في فيديو جديد وبيوم جديد، وخلونا كل احنا نصلي على محمد وآل محمد، وكل احنا بكلمة وحدة نكتبها بالتعليقات حتى نحصل أجر وثواب وجمعة مباركة عليكم حبايبي. وبكده بداية الفيديو خلونا نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية، ونعزي أمير المؤمنين خاصة، ونعزي الحسن والحسين وأبو فضل العباس عليه السلام بوفاة أم البنين سيدتي ومولاتي عليه السلام. ومن هنا ننطلق وياكم من المطبخ. اليوم عندنا بنات هاي القلاية الهوائية اللي أستخدمها أني، بالذات أستخدمها للشوي، أشوي بيها الدجاج، كلش حلوة ومريحة، وبنفس الوقت تطلع عندكم الدجاجة مقرمشة كأنما دجاج مشتريته من المطاعم. خلونا كل احنا يا حبايب نفجر التعليقات بكلمة هو الله، قضاء حوائجنا وحوائجكم وتسهيل أمورنا وأموركم، وشفاء مرضانا ومرضاكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. شوف بنات، بكل ما تسوين بيها شغلة لازم توخرين هذا هيك الحوض مالتها وتغسلينه كل الزين، وتدور ترجعين تمسحينه همينه كل الزين، وترجعين هالمكانها اللي انت محتفظة بيه. مثل ما شفتوا أنا مخلي عليها لايلون، وأخليها بالكاونتر على ما يصير عليها تراب، وأظل أني كل يومين 3 ماسحتها. هذا التشيس هو مالتها من اشتريتها، وخرت بس الكرتون لأن ما تدخل بالكاونتر كبيرة، وخليت بس التشيس حفاظا عليها منين على من التراب ومن الوسخ على مود ما يلصق ويصك عليها. وهاي مثل ما شفتوا أنا هيك محافظة عليها، ومحافظة على باقي أجهزتي الكهربائية بهيك نظافة وبهذا شو اسمه بهاي الخصوص. واليوم شنو يا الحبايب؟ اليوم عندنا جمعة، والجمعة خير وبركة من رب العالمين، وأبواب السماء مفتوحة، فادعوا رب العالمين بهاي استشهاد فاطمة، وهي صح اسمها فاطمة، باستشهاد أم البنين عليه السلام أو وفاة أم البنين عليه السلام، أن تقضي حوائجنا وحوائجكم. واللي عندها طلب ذرية، اللي تطلب مكان، أو تشتري بيت كبير، أو تريد سيارة، أو تريد وظيفة إلها أو تزوجها، تطلب من أم البنين، فهي ما ترد لكم خائب نهائيا. شوفوا حبايبي، اللي يريد ينذر لأم البنين عليه السلام شو يقول لله علي نذرا إلى وجه الله سبحانه وتعالى، نويت أن أنذر الشغلة الفلانية إلى أم البنين. مثل على سبيل المثال، تردين تنذرين قدر دولمة، تردين تنذرين مثل دجاج محشي، دجاج شوي. أنا سبق أن قلت لكم أهل البيت عليه السلام ما يحبون النذور اللي تكون بالطعام، بس إذا أنت حابة تنذرين النذر يكون بالطعام، تقولين نذرت لله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، وإلى سيدتي ومولاتي أم البنين، ونويت أوزعه بمحبة سيدنا ومولانا الإمام العباس عليه السلام. هذا النذر كلش مجرب، وكلش يقولكم يطي بالإيد. هذا النذر كلش يا حبايبي مجرب ويطي بالإيد. انتم تعرفون أم البنين عليه أفضل الصلاة والسلام آخر أيام حياتها عمت، ما أشوف على عيونها مني ليش؟ من كثرة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. هي صح تذكر أولادها الأربعة، بس أكثر بواكيها كان على الإمام الحسين عليه السلام. وتقولون آخر أيام حياته تقرمت سلام الله عليه، بعد ما تقدر تمشي من رجليها، لأن كانت على طول توقف على الطريق وتنتظر مجيء الحسين عليه السلام. فهيجي يا الحبايب أم البنين عليه السلام كانت أعظم ومرت أب إلى الحسين والحسن، وإلى زينب عليه السلام أم كلثوم. شوفوا هنا يا الحبايب، تتذكرون إن اشتريت وياكم الفرشة هاي مالت الشرباية مالته، بقت هاي شو أقولكم
بقت هاي بنات مالت الفرشة الجنطة الكبيرة، فحبيت أستفاد من عندهم ما أذبنها. بصراحة أنا هاي كلش أحبها وأعشقها. عندي هاي ملابس بنتي اللي هي ملابس الطلعة مالتها وبدلاتها وما شنو وهاي، فخليت هنا هي بيها بهاي الجنطة الكبيرة، وخليت بيها الفرشات والشغلات اللي ما أحتاجها، يعني شغلات غير ضرورية وصيفية بنفس الوقت. ما شاء الله شقد ما تتصورون، أخذت كل الملابس اللي كانت بالكنتور. وصدقون كل ما أريد أروح على السوق وأريد أقول له هذا أبو الفرشات والديباجات، أقول له خل انطيني من عندهن، فهو ما يقول والله يعطيني. أنا سبقا وقلت له كان نشتغل، قلت له يا خالة ما تبيعين؟ يقول لي نبيع. لا قصدي قلت له عندكم مدني تعطوني من عندهن، أريد من عندهن أحط بيهن ملابس الشتوية، وأحط مثل بيهن السجادات، الخاوليات مثل، أو مثل أطلع ملابس صيفية أحط ملابس شتائية، ملابس شتائية أحط ملابس هيجي يعني أبدل بيهن. يعني يقول لي 2 ب5. قلت له ليش عشان القصة وين باعن؟ قال لي عشان ما نبيعن 2 ب5، وإن الله شاهد حاطيهن فوق يلعب بيهن الفار والجريدية، ومن يريد يعطيهن ما يعطيهن لوجه الله تعالى ويقول خطية، يعطيهن يبيعهن بفلوس. قلت له لا خلاص ما أريدهن، عادي شو أسوي بيهن. فمن اشتريت هاي الفرشة فاستغليت الموضوع وخليت بيهن كل الملابس والله، وضفت بعد يعني خليت وياهن سجادات ما أحتاجين. يعني كنت أنا مطلعة، أي عندي بنات مطلعة بالجرار كم سجادة للي يجينا، ومطلعة كم خاولي للي أحتاجه مثل خطار، بس عندي يعني كمية هواية. شوفوا حطيت الفرشات الصيفية بيها، فأخذت كل الشغلات اللي موجودة. يعني هسه لو يعطيني بعد 2 والله هسه حتى أنسى هذا البوكس. أنا من ضمن المشتريات قلت إن شاء الله أشتري بوكسات، أريد بنات 2 أريد أحتفظ بيهن، أخلي بيهن شغلات كلش ضروري أريدهن. وهنا شوفوا خليت التعاليق مال ملابس بنتي همين الصيفية، وراح أسحبها، وكلش عملية بنات. هاي الجنطة كلش قوية. في وحدة من الحبايب كاتبت لي أنا جبت جنطة بيها سحاب، وعبيت بيها ملابس الأطفال أو ملابسها أو شنو ضميتن. ما أدري بعد تقصد على هاي الجنطة، تقصد على غيرها، والله يا حبايب بعد ما أعرف شنو السالفة. وهاي شوفوا بنات ما شاء الله شقد ما أقولكم أخذت ملابس وشقد ما أقولكم احتفظت بيها. فأنتم لا عندكم بطانيات، وخاصة هسه احنا موسم الشتاء، لا عندكم بطانيات وهيك بيهن جنات وتطلعونهن وتستخدمونهن، لا تذبون الجنطة. من يخلص الشتاء يا أما ترجعون البطانية للجنطة، وش اسمه هاي الجنطة تحتفظون بيها تضمون بيها ملابس الصيف. من يخلص الشتاء ترجعون البطانية للجنطة وتطلعون ملابس الصيف. هيجي واحد يكون مدبر، واحد يكون يفكر بنفس الوقت ويستغل الشغلات ما إلها معنى، أو أنت تشوفينها صغيرة أو تشوفينها بغير ما بيها فايدة، بس من ترجعين وتستعملينها راح تعرفين بأن هاي الشغلة حلوة وبيها فايدة، وراح هواية تسويلك أعمال وتسهل عليك هواية شغلات ببيتك. فخليكم يا الحبايب ويا الفيديو وكل شي واضح أمامكم، وهنا لحقت على اللقطات الأخيرة مالت الخبز. حبيت أسولف لكم هاي السالفة الحلوة الظريفة. ولو واحد البنات كاتبت لي هاي القصة ما احنا شايفينها باليوتيوب، حبيبة قلبي شايفتها باليوتيوب، شايفتها بالتيك توك، شايفتها بالانستا، سامعتها من أحد. انت سامعة وانت شايفة، يجوز غيرك ما شايفة أو ما سامعها. وأحب يعني أحكي هاي القصص لكل متابعيني حتى الكل يستفاد من هاي الحكمة والعبرة. هنا نخبزاتنا حارات، وخليكم مستمتعون ويا الخبز، وخلنا ناخذ هاي القصة. عمال يشتغلون ببيت، وهذول العمال خطية تعبانين وصار وقت الغداء. أبو البيت سوى دز العامل أو شو اسمه غيرهم، وخذ لهم طبق كبير من تمن بنات، وعليه شعرية وعليه مثل شوية مرقة.
ووياه صينية ووياه الخواشيق وباقي الأكلات بعده ما دزاهن، يعني خلينا نقول بالطريق يمشى. فهذا واحد من عندهم، هم 5 وذولا قاعدين 4، هذا واحد من عندهم قوم اخذ الخواشيق وحطهن عليه حصو، والحصو وياهن حطب وفتحهن بالنار، يعني سواهن جمرية، وظل يحمي بالخواشيق من كثر الملزم من تلزمين انت الخاشوقة او المعلقة، خلينا نقول هسه يقول شنو خاشوقة معلقة اللي ما تعرف، وظل شنو يحمي بيهن من صار حمر يتشون يعني بين قوسين. فأخذ الخواشيق حطهن بالصينية وصعد ركض جماعته يردون يتغدون، هو خاشوقته حط كمشة لزمها بإيده ما حطها من ضمن الصينية، خلالهم بالصينية. فإجا هو أخذ خاشوقته وبلش ياكل بسم الله الرحمن الرحيم، وطعها رونسايد بالصينية. هذا ياهل يجي يلزم خطية الخاشوقة ينشوي ما يقدر، يلزمونها ما يقدرون، وهذا طاح لكم دق ودق 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 بالتمن والأكل، ظل ياكل. هذا نمن يلزم الخاشوقة ينشوي، يلزم الخاشوقة خطية ينشوي، فيهزمونها بيديهم حارة هم تنشوي. فأكل قالوا لي معود ننسى الخطوة، واحد من عندهم يركض فوق السطح، هم قاعدين ينزل يركض حط الخواشيق بللهن ماي، بس هو هذا شنو حكينا صواحبنا يخمط هواية ياكل بساع على مو شنو ياكل الأكل وما ينطيهم هيك. شوف شلون يفكر. اي فهذا ركل خطية نزل حطاها بالماي، غطسن بالماي برا تنصعد، لقى صواحبنا ناسف الماعون نسيف ولا قطرة تمناية. ظلوا خطية جعانين، قالت ليش هيك سويت؟ ما قال شو اسوي لكم؟ الخواشيق حارة، ما بردتوهن، ما مشيتوا، ما شلتوهن، ما اكلتوا، صوت مو بيكم، مو بيا صوت بيكم. والله وهنا ظلوا خطية واقفين وبعدهم دا يسولفون وياه، وكان يجي صاحبه بالبية شايل بيده قدر، وياه ابنه شايل وياه بعد غراض. يعني يقول لهم هاي انتم شنو خلصتوا؟ قال لي والله هذا صاحبنا اكل التمه وطلع بيه قبل. قالهم ليش استعجلتوا؟ انتم شلون هيك اكلتوا بس التمن؟ انا جايب لكم هذا القدر متروس ترس لحم وياه غراض وياه خير من الله. فهنا صاحبنا بعد شبع، أكل التمن كله وطقت بطنه وصارت قربونته وصلت الخشمة وشبع ما يقدر ياكل. فذول جوعانين خطية والله، وكان يركضون على القدر ياخذونه يفتحونه لقوه كله لحم وخير وبركة ونعمة من رب العالمين. فهنا أخونا واحد من أخواننا كمش صاحبهم هذا اللي أكل التمن، قال تعال أنت صاحبنا وطالع ويانا وتشتغل حالك حالنا ورجال عامل، وانت تعرف الرجال العامل مني هذا يشتغل شلون يجوع، وانت على التياد وعلى عمدا بالعمدا سويت الخواشيك هيجي حتى ما ناكل ويصفى الأكل بس إلك وتشبع بطنك. فشوف سبحان الله وتعالى ما قطع، الله دزالنا هذا الرجال وبيده مكان التمن مكانه لحم، الحمد لله والشكر. فيا صاحبي اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر، وانت ظل هنا ما تاكل ولا جيس لقمة اللحم. هذولاك صاحب قالوا تعالوا، وقعد صاحبنا ذاك السخطية ما ضاقوا التمن وطاحوا ودق اللحم، وهذا ظل يتحصر أكل بس التمنات. شوفوا هاي ما خلص قصتنا، بس شقد ما تتوقعون وشقد ما تصفون وشقد ما تسولفون شقد بيها عبر وحكمة. أتمنى لو كان الفيديو طويل حتى أشرح لكم وش قد بيها حكم وش قد بيها عبرة. تتكلم عن من؟ تتكلم عن الخيانة. شوف بنات، أنا اليوم شنو عندي هذا اللبلبي مالت الحصة، نقعته من الليل خليت عليه بس ماي من البوري، يعني لا ماي آرو ولا هم يحزنون، ولا خليت عليه سودة، وخليته على النار لمدة نص ساعة بنات، نص ساعة بس. وقمت طفيت عليه القدر نص ساعة، ورا نص ساعة رجع شغلته ربع ساعة يا حبايب قلبي، شغلته ربع ساعة، جيت لقيته مهروس هريس
ومستوي وصاير يخبل. بعدين وخرت من عنده، عزلت من عنده على صفحة بطاسة وهرسته. هذا اللي ضفته بالطاسة هرسته كل الزين، وضفت عليه كركم، وضفت عليه شوية كمون. مثل ما تعرفون التوم بنات، الكمون يوخر النفخ. الكمون كلش مفيد بالنفخ. مثل ما تعرفون اللبلبي أو الحمص كلش بنات ينفخ. فخليت عليه حبايب قلبي كمون، وخليت ملح. أنا بالبداية من ستوته ما ضفت عليه ولا قطرة ملح، خليته من يستوي استواء زايد يلا ضفت عليه ملح، لأن الملح بنات يكمش انت تطبخين دجاج، انت تطبخين لحم، باقوليات، الفاصوليا وغيره يكمش عندك يلزم الشي ما يخليه يستوي. بعدين شنو حبايبي؟ ضفت عليه العنبة. هاي أنا عندي عنبة بها طرشي، بس وخرت الطرشي مالتها وضفت بس العنبة. شوفوا، وهسه ضفت عليه الملح، وصار عندكم والله العظيم شكلكم بنات يخبل وطعمه كلش طيب. جربوا هاي البنات الطريقة، مثل اللبلب العرباين. شوفوا ستم لين بعده حار وثخين، فانتم تشوفوا قصدي بعد حار شوفونه خفيف، بس هو الله شاهد انمرض وصار يخبل ويجنن. هذا اللبلبي مالت الحصة، وياما أكثر عندنا بالحصص تقدرون تسوون اللبلبي. هسه تعطون لأطفالكم الدنيا باردة ياكلون من عنده، وتقدرين تفرزينه. هسه تخلينه للتشريبة، تخلينه للشوربة، تخلينه للسبزي، تخلينه للمروقات، مرقة الشجر، يصير كلش طيب. جربوا هاي الطريقة. قبل كل شي لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة من يديكم الحلوة، حتى نستمر بباقي فيديوهاتنا وننزل لكم كل يوم فيديو حلو ومرتب. شوفوا هنا بنات، ترون اني هاي الكمية اكلنا من عندها خير من الله. وتعرفون اطفال والطفل من تعطينه طاسة يقش بعد تعطينه طاسة، وأكله خير وبركة من رب العالمين. وظل ثاني يوم نص من عنده، ثاني يوم بنات من برا صار يجنن ويخبل، وصار قوامه كلش ثخين. ترى بسيط وما رايد لشي. وهذا الحمص موجود عندنا بالحصص، تقدرين تسوي من عنده وتفرحين أطفالك، وبنفس الوقت لا تاخذينه انت، لا ما تاخذين حبايه مال قالون. اي والله تاخذين حبايه مال قالون تقدرين تقاومين. اليوم انا رحت للقرايه، واحدة قالت تخربطت بنت أمي داخلها للطبيب، أبوي صار له يومين يركض بيها للمستشفيات. خيرها تقولي والله أكلت شوية حمص وتخربطت، نركض بيها للمستشفيات. راح أخذها اليوم للطبيب، قلنا لها عمة هذا هايج عليها قولون العصبي بنات مصيبة. فكلش طيب بنات، بس حرامات ما كان عندي بوقتها لا حامض فريش ولا حامض هاي البطالة، كان ناقصة بس الحامض. ولو أنا ما أحب عليه الحامض، بس العائلة كريمة تدعي عليه الحامض شي أكيد. بنات قلت لكم عوزة بس الحامض يصير يخبل. وكان هذا فيديونا، وبلش ينتهي، ودمتم في حفظ الرحمن، مع ألف ألف سلامة. باي باي.